السلام عليكم. اهلا بيكم. عايز اقول ان ده امتحان حقيقي لمصر. خلاص يا جماعه كله يرجع بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول إنه كيف شغلها أنا أتصور النهارده مشهد مبهج ومشهد جميل، ولا يصح فيه إن احنا نتوتر ولا يصح فيه إن احنا نقلق من مكنة الصوت، لأنه كويس قوي لأنهم يعني مش حاطين بس سماعات تليفونات، حاطين سماعات تلفانة، فيعني متوقع إن يبقى في معوقات تكنولوجية أو غير ذلك. ممكن الكهرباء تقطع كمان، ممكن السد العالي نفسه يقطع الكهرباء. فخلينا نحتفل النهارده بقدرة الجموع العظيمة الوطنية. كل القوى السياسية في مصر موجودة النهارده، ممثلة النهارده عشان تقول كلمة واحدة لا يعني شك انها كلمة هذا الوطن وكلمة هذه الأمة وشعارها وروحها وتطورها وتقدمها، وهي كلمة الحرية. لا يمكن لمصر انها تخرج من تحت بير السلم اللي النظام مبارك حطاه فيه، ولا يمكن لمصر انها تخرج بين المدفن والتابوت اللي فيها 44% من الشعب المصري تحت خط الفقر، اللي فيها 16 مليون مصري مصابين باضطراب نفسي، واللي فيه 12.5 مليون مصري عندهم فيروس سي من حامل الفيروس سي. مصر المريضة تئن وتقول احنا نجحنا، وعشان كده النظام عايز كده. احنا نجحنا في ايقاظ روح هذه الامة التي بدت وكأنها تموت في مستشفى الرئيس مبارك، وذاتت 25 سنة في غرفة العناية المركزة. ها هي تقصر من الغيبوبة عن طريق قضاء إصلاحيين، عن طريق حركة كفاية، عن طريق أيمن نور، عن طريق جماعة الإخوان المسلمين، عن طريق الأحزاب المعارضة الشريفة الوطنية، عن طريق القوى الليبرالية والقوى الاشتراكية، عن طريق الصحافة المستقلة. الصحافة المستقلة اللي رفعت صوتها لضمير مصر، واللي قدمت نموذج في السنوات الأخيرة لإنزال الرئيس من مصاف الفرعون والإله إلى الرئيس المنتخب البشري اللي نقدر نقول له لا ثم لا ثم لا. إحنا ذهبنا إلى فرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى. رحنا لفرعون وقلنا له أنت طغيت، حتى استخدمنا القول اللين، ما تجاوزناش في القول اللين. ومع ذلك الفراعنة لا يتعلمون إلا بالأرض، ومع ذلك النظام الفرعوني لم يعد يطيق صدره ولا أفقه كلمة حرة ولا صحف حر. أنا بقول إن اللحظة دي لحظة مثالية للشعب المصري، لحظة شاف كل القوى الوطنية، تيار ليبرالي مع إسلامي مع اشتراكي مع يساري، وطنيين من كل التيارات، على قلب رجل واحد من أجل حرية الصحافة. ولا أظن ولا أعتقد أن هذه الوصفة
وهذه اللحظة إلا كونها لحظة ضمير صاحي منور مشع مضيء بيقول لمصر كلها خلاص آن لليل الطويل أن ينجي، آن للقيد أن ينكسر. صحيح دولة زي مصر دولة عريقة في البيروقراطية والاستبداد، مش منتظر أبدا إنها تقع في شهرين ثلاثة النظام مستبد فاسد، ولا أظن إن إحنا هيحصل لنا المشهد الرائع اللي قال عليه الدكتور بلغار إنه الاتحاد السوفيتي تيجي بيه صح الصبح فبلاش الاتحاد السوفيتي. أنا أتصور إنه جهاز أمن الدولة هيبقى الصبح مش هيلاقي الشعب المصري. يعني وانا قعدت اقول لازم بقى ندور لنا على الحدود السودانيه والحدود الليبيه، يعني نلجا اليها، لان ما يحدث الان نظام ضاق شطره بشعب. عمركم شفتوا نظام لا يكف عن سب مله الشعب كل شويه؟ اولا نظام كل مهمته انه يعين الشعب على الكباري والمجاري، حتى انها طبعا البنية الأساسية الوهمية اللي قعدوا 25 سنة في البنية الأساسية كأداء المجد الوحيد فتطبق. أنا فوجئت إحصائية مطلعها في تقرير التنمية البشرية إن 67% من الصعيد ما عندهمش تليفون. البنية الأساسية إيه؟ فرائحة الفساد خلت رائحة مصر مش ولا بد. وأتصور إنه اللحظة دي هي لحظة الفوقان ونوبة الصحيان اللي مصر بدأتها لإجماع من كل القوى الوطنية. حرية الصحافة خط أحمر، حرية الصحافة حرية الصحفيين وعدم سجن الصحفيين شرط الوطنية في الشرط الديمقراطية.